السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده والمحطه الثامنه والليله الثامنه من ليالي رمضان. كل سنه وانتم بصحه وسلامه والف خير. في البدايه احب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا باللايك والشير والتعليقات اللي بتشجع الواحد اللي هو يكمل، واقتراحاتكم كمان المثمره جدا اللي بتخليني ان انا ابحث في بحر العلوم واللي انا اجيبها لكم واللي انا اطلع بقى فيها في الفيديو ده واقدر ان انا اتكلم معاكم. وشكرا للناس اللي بتخش على الخاص وتشكر في الفيديوهات على الخاص، واتمنى من الله ان يكون هذا العمل لوجهه الكريم، واسال الله ان يجعله يكون خالصا لوجهه وان ينفع به كل الناس يا رب العالمين. وجزاكم الله كل خير. وكل الهدف اللي انا عايز اوصله من الحلقات دي ان احنا ناخد بعض لطريق النجاح، طريق التميز، ان احنا نفوز مش بس في رمضان، احنا نفوز كمان في حياتنا بصفة عامة. لان الفيديوهات دي مش فيديوهات عن رمضان بس، او اللي انا بتكلم في فئة رمضان بس، هي ممكن تاخدها في حياتك كمان بصفة عامة، تاخدها في جميع جوانب حياتك. زي مثلا اول حلقه، رمضان مش تنشيل او النجاح مش تنشيل، هي القصه كلها يا جماعه انك ما بتنشلش على حاجه. هي مش بتيجي ضربه حظ، لان ما فيش حاجه اسمها حظ، في حاجه اسمها اختيار ومجهود وتعب وشقه ومعاهم، ويمكن رقم واحد كمان توفيق الله لك، انك ربنا يوفقك في ده. وهو ده المطلوب، ان احنا ناخد الخطوات دي والمنهج ده نطبقه في حياتنا على الاطلاق. زي مثلا الحلقه اللي فاتت لو احنا بنتكلم فيها على موضوع من المواضيع المهمه جدا، ما تستسلمش لذنوبك، ما تستسلمش للذنوب في رمضان وتسلم نفسك تسليم اهالي لنفسك انك تخسر بيها رمضان وتقول خلاص الحياه انتهت كده ورمضان انا خسرته كده لمجرد انك عملت ذنب. نفس الحكايه بالظبط، نفس الحكايه بالظبط في حياتك كلها. مش معنى انك فشلت في حاجه او ما نجحتش في حاجه او ما جبتش الدرجه المرجوه في الحاجه اللي انت عايزها او حققتها بالشكل اللي انت عايزه ان الموضوع كده انتهى والدنيا خلاص انتهت. انت كده بتسلم نفسك تسليم سوداوي لنفسك وللاكتئاب والغم والنكد والامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه. هتلاقي نفسك انك واقع. عشان كده انا قلتها لك وضربت لك المثل برمضان، وانت خده على حياتك كلها. ابتدي اشتغل على حياتك، ابتدي فسر حياتك عشان تبتدي ترتقي وتعلو مع نفسك وتاخد بايدك لبر النجاح. احنا بنتكلم في رحله يا جماعه، رحله البحث عن الذات، رحله البحث عن الذات. الرحله دي كبيره يا جماعه، الرحله دي كبيره اتاسست بسببها علوم التنميه الذاتيه وانتشارها في العالم كله. بسبب كده ان كلنا بنبحث عن نفسنا. علم النفس نفسه اتكون بانك ازاي اعالج نفسي، ازاي اساعد نفسي، اللي هو مساعده الذات. فهي دي الفكره كلها. احنا بناخد نفسنا لبر الامان. البرنامج مش ديني صرف، لان انا مش راجل دين، انا واحد مدرب تنميه مهارات ذات، بحاول اجيب من الدين ومن العلم اللي يوافق معانا الدين والعلم معانا. وبركز اكتر على رمضان لان احنا في شهر موسم ده، احنا محتاجين الكلام ده اكتر، محتاجين الكلام ده ناخده في رمضان وناخده في غير رمضان في حياتنا بصفه عامه. عشان كده محطتنا النهارده محطه مهمه جدا، محطه خطيره جدا، محطه مرعبه، مش بس لرمضان، لحياتك كلها، لحياتك كلها على الاطلاق. ده لكل الناس يا جماعه. احذروا من لصوص رمضان، احذروا من لصوص النجاح، احذروا من الحراميه. انا قلتها في فيديو قبل كده واتكلمت في بوستات كتير قبل كده عن الموضوع ده. احذروا من حراميه الاحلام، احذروا من حراميه النجاح. هتلاقي خليك جريء، سلسله خليك جريء دي هي بنتكلم فيها في الموضوع ده. بس انا هتكلم النهارده في حته مايله قوي لرمضان، لان رصوص رمضان بالنسبه لنا بقت شيء مرعب، شيء مخيف، شيء احنا بنشوفه في حياتنا بنعيشه. النهارده النهارده ليله 8 رمضان خلاص يا جماعه. تلت رمضان قرب على الانتهاء، تلت رمضان، ورمضان عند اغلب الناس بيتسرق. ازاي يا عم حسام بيتسرق الكلام ده ازاي؟ بصوا يا جماعه، خلينا نرجع نتفق للاصول بتاعتنا. رمضان شهر العباده، رمضان شهر اعاده ترميم نفسك، رمضان شهر اعاده اصلاح روحك وقلبك ومشاعرك وحياتك كلها. ايوه، رمضان هو العلاج الاول، العلاج الاول لحالتك النفسيه. رمضان هو العلاج الاول لمشاعرك وقلبك، انك تنظف بيه قلبك. يمكن حلقه بكره هتكلم في الموضوع ده
خصوصا هنخصص الموضوع ده لحته القلب دي قوي. فاحنا خلينا النهارده في الفكره دي. رمضان بص ربنا بيقول لك ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ايه بقى؟ ايوه انت صح، اللي انت قلتوه صح، لشكلك حافظ الايه. ها لعلكم تتقون، تقوى الله. احنا بنخش في رمضان عشان يعلمنا التقوى، يعلمنا الزهد ان احنا نتنازل عن اي حاجه عشان ربنا. ارجع الحلقات السابقه واحنا بنتكلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هي دي بالظبط احنا بنتعلم فيها الزهد في ايه؟ انك قلبك ما يتعلقش بحد غير ربنا، غير العباده فقط لا غير. هي دي، ودي النقطه الاولى. النقطه الثانيه انك تفوز برمضان. خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له، لكل ليله عتقاء من النار. يا جماعه انتوا خير اللي في رمضان، الخير كبير قوي، الخير كبير قوي. بس المهم بقى اللي احنا نشتغل في واحد. يعني في احد التعليقات لما كنت بتكلم عن رمضان يقول لك يا عم لا رهبانيه في الاسلام يا حبيبي تعالى بس. ايوه لا رهبانيه في الاسلام، بس ايه اللي جاب الرهبانيه في الكلام اللي احنا بنقوله ان احنا نتعبد في رمضان؟ يا حبيبي الرهبانيه ايوه انا اكون راهب عن المعاصي، انا ابعد واهرب عن المعاصي والذنوب، الحاجه اللي تبعدني عن طريق التميز بتاعي وطريق النجاح بتاعي وطريق الفوز. اتخيل كده انت واحد دلوقتي النهارده بتوع الثانويه العامه بيعملوا ايه؟ الثانويه العامه كل الناس عارفه، كل الناس عندنا في بلادنا في مصر بالذات عارفين ثانويه عامه. يعني بص بقى اللي انت ايه من المذاكره من المدرسه للدرس للبيت للمذاكره بس. انت بتاكل وبتشرب وبتذاكر، تقدر حد يجي يقول لك تعالى نلعب، تعالى نتفرج على التلفزيون؟ انسى ليه يا باشا؟ ده انا في ثانويه عامه. اول كلمه هتقالك انا في ثانويه عامه. ايوه يعني بتعمل ايه؟ يعني انا بركز على مذاكرتي بس، انا عايش حياتي للاكل والشرب والمذاكره، حتى النوم انا قليل في النوم عشان اقعد اذاكر. طب ما هو ده رمضان ده مش هقول لك ثانويه عامه، رمضان اخطر من الثانويه العامه بكتير. انت ممكن تعوض الثانويه عامه دي تاني، لكن رمضان عمرك ما هتعوضه تاني، عمرك ما هتعوض رمضان تاني. فانت اللي بيسرق نجاحاتك في الحياه، واللي بيسرق زي بتوع الثانويه العامه كده اللي بيبعدوا وبيهربوا من اللي يسرق منهم اهدافهم ان هم يخشوا كليات قمه او كليات عليا زي اللي هم عايزينها، او الكليات اللي هم حابين ان هم يخشوها. تمام؟ انت كمان محتاج انت كمان توصل للهدف بتاعك، العتق من النار. خاب وخسر من ادراك رمضان ومغفر له. انت عندك مغفره ذنب، كل ليله عتق من النار. انت يا ترى انت اعتقت من النار دلوقتي ولا لحد الليله دي ولا لا؟ انت بتعمل ايه عشان ده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ايوه ما حدش هيخش الجنه غير برحمه ربنا مش بعملنا. ايوه ما انت لازم توري ربنا فيك الخير عشان يرحمك. الصحابه اعبد اهل الارض كانوا عبادتهم عامله ازاي؟ لما تلاقي عثمان بن عفان كان بيصلي القران كله في ليله واحده. انت شوف شد الهمه، كل قوه التحدي وفرسان رمضان عاملين ازاي. الناس دي كانت بتسيب الدنيا كلها. احنا بنجتهد عشان ربنا، يعني نوري ربنا فينا الخير، ان احنا نصلح قلوبنا، ان احنا نكون من عتقاء من النار ومن المقبولين. احنا بندعي كده وبنرجو كده وبنجتهد في عبادتنا عشان كده. انك بتقعد في المسجد بتحبس نفسك في المسجد في الاعتكاف عشان كده. انك بتقعد تقرا قران وبتختم القران اكتر من مره عشان كده. انك تقوم بتصلي بالساعات سواء في التراويح او في قيام الليل عشان كده. انت بتقعد تدعي وانت بتعيط عشان كده، عشان تنور رحمه ربنا. مش ان يجي حد يجي يسرقها منك، يسرق رمضان منك، يسرق نجاحك منك، يسرق عباداتك منك. ازاي يا عم حسام؟ ايه هم اللصوص دول؟ مين الحراميه دول اللي بيتجرأوا على كده؟ اول حراميه هتقابلهم في وشك الاعلام، التلفزيون. بص بقى الاعلام والتلفزيون، الميديا والسوشيال ميديا اهم واخطر حراميه للاحلام وللنجاحات. اهم واخطر حراميه فعلا. يسرقوا منك رمضان ويسرقوا منك نجاحاتك ويسرقوا منك وقتك ويسرقوا منك كل حاجه.
احذر، خلي بالكم. حراميه الاحلام دول اللي هم ايه؟ الافلام والمسلسلات والبرامج، الكلام ده بيسرق منك رمضان. دي معاصي يا جماعه. ما فيش حاجه، ما تاخدش من التلفزيون، ما تاخدش من الافلام والمسلسلات اي علم، ما تاخدش منها اي قصه. دول بيشوهوا قصص، اللي بيكتبها ملاحده وعلمانيين وناس لا يخافوا الله، ناس لا تتقي الله اصلا. الناس بتطلع المتبرجه. يعني مثلا بالله عليك، حلال اللي انت بتتفرج عليه؟ الموسيقى اللي انت بتسمعها دي حلال يا ابني؟ احنا بنصوم عن الحرام، هنفطر على حرام. احنا بنصوم عن الحرام، انت بتصوم في حاجه اسمها صيامك عن الحرام. ايه؟ غض بصرك، غض بصرك، غض سمعك، ان العين تزني، وان الاذن تزني، وان اللسان يزني. انت بتزني، وايديك بتزني، ورجلك بتزني، والقلب يصدقه او يكذبه. ان انت متخيل وصلت لدرجه ايه؟ ايوه، عينيك بتزني بانك بتتفرج، بتشوف الافلام دي، بتشوف المسلسلات دي. ودانك بتزني هي كمان بالموسيقى بتاعتهم وباصواتهم وبالاغاني اللي بيشغلوها. ولسانك بيزني هو كمان بالغيبه والنميمه والكلام ده كله. دي جزئيه انا جاي لها في الحراميه التانيين. يبقى انت النهارده الميديا دي بتسرق منك رمضان. انت متخيل؟ يعني انا متخيل لما تلاقي مثلا كده قناه شغاله 24 ساعه مسلسلات، في رمضان تلاقي ايه؟ 5 6 مسلسلات جديده نازله. اشمعنى رمضان؟ حد يجاوبني، اشمعنى رمضان؟ ليه رمضان بالذات بيجيبوا فيها مسلسلات جديده؟ ما عشان يسرقوك منك، يقول لك رمضان مش هتقدر تغمض عينيك، رمضان احلى مع دريم، رمضان احلى مع القنوات مش عارف ايه، رمضان مسلسلات رمضان احلى. رمضان مين يا باشا اللي احلى؟ رمضان احلى بالعباده. رمضان شهر القران، رمضان شهر القران، رمضان شهر العباده، ان احنا نعيش مع العباده، اللي احنا نقرب من ربنا، اللي احنا ننظف قلوبنا. دي اهم فرصه. النبي يقول الا في ايام دهركم لا نفحات الا فتعرضوا لها، فان احدكم اذا اصابته نفحه لن يشقى بعدها ابدا، لن يشقى بعدها ابدا. خلاص انت مش هتتعب تاني ابدا. لو النفحه دي اصابتك، انت بتجتهد عشان تنصب النفحه دي. نفحتك الاولى بتاعتك رمضان، اللي هو شهر الفرص، شهر اوكازيون نجاح، اوكازيون جنه، اوكازيون. واقسم بالله اوكازيون، اقسم بالله اوكازيون. ربنا الملك الخالق عمل لك اوكازيون ما يتفوتش. لا بص، مجنون لا يعقل من يترك هذا الاوكازيون. اوكازيون مغفرة الذنب، اوكازيون العبادة والجنة. فتحت ابواب الجنة 8. يعني يا رب، يعني اقول ايه؟ يعني يا رب لك الحمد. يا رب انا بحبك قوي يا رب باللي انت بتعمله معانا ده. فعلا يريد الله ان يتوب عليكم. الايه والله العظيم لسه موريها لصديق ليا بعد الفجر، والله يريد ان يتوب عليكم. ربنا اللي بيقول يا جماعه. والله بصوا الايه دي في الجزء السادس الصفحه الثانيه على ايدك اليمين، اول ايه، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات وان تميلوا ميلا عظيما. والله يريد ان يتوب عليكم. ربنا يريدنا ان يتوب علينا، ربنا يريدنا ان نخش الجنه. ربنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هي دي بالظبط، هي دي الايات بالظبط. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هي دي بالظبط بقى. هم دول الاعلام، هو ده الاعلام، هي دي السوشيال ميديا اللي عايزينك يخسروك رمضان. يا متخيل، يا مؤمن. يعني انا متخيل كده اللي بيتفرجوا على افلام واتفرجوا على مسلسلات ومسلسلات رمضان وبرامج رمضان ومش عارف مسلسل مين، واللي طالعين بيشوهين في الامام الشافعي. ايه يا جدعان؟ في ايه؟ انتوا بتجيبوا وقت للكلام ده منين؟ انا بسجل الفيديوهات دي والله بجد على عيني. يعني المفروض الفيديو ده بالظبط كده انا بسجله في حدود مثلا نص ساعه، وبعمله عشان ارفعه على قناه اليوتيوب حرفيا 3 ساعات، من 3 ساعات ل 3 ساعات ونص. انا ببتدي مثلا ارفع الفيديو الساعه 10 وربع ولا 10 وتلت، احطه على البرنامج، ابتدي اعمل شويه المونتاج اللي انا بعملهم، البساط اللي انا اعرفهم، تمام. بعد كده بسيبه 3 ساعات ونص عشان اقدر ارفعه الساعه 1 ونص 2 بالليل.
ما في ده كده بتبقى قاعد على الكمبيوتر بمسك المصحف اقعد اقرا. انت بتقعد تعمل مجهود بقى بالسنه، تسيب الكمبيوتر شغال وأقوم اشوف اللي ورايا ايه، انزل اجيب طلبات البيت، انزل اقعد اقرا قران، اقوم اصلي القيام. بتبقى في وقت بيضيع منك. وغير كده بقى لما تخش بقى ايه مثلا بعد ما خلصت اخش مثلا على الفيس، اشوف كم استشاره جات لي، اقعد اجاوب على الناس، لقيت كلمه مقوله حلوه اشوفها. ما هو ده وقت بيضيع. ما هي دي اللصوص، دي لصوص رمضان اللي بتسرقنا، حتى بتسرقنا كمان. ايوه حتى بتسرقنا كمان. السوشيال ميديا حراميه، حراميه بتسرق بشكل مرعب، بشكل مرعب. السوشيال ميديا دي مرعبه. يعني انتم متخيلين والله بجد؟ يعني اقول لكم ايه، يعني اقول لكم مثلا، يعني احنا في رمضان صح، حلوه قوي 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 لما تيجي ماتشات كوره اللي هي هتتذاع والمنتخب الفلاني هيلعب، ده الماتش الفريق الفلاني هيلعب، ده احنا المفروض فاتحين الاستاد ل 50,000 مشجع. يا نهار اسود، بعتوا اكتر من بعتوا دينكو، بعتوا ليله من ليالي رمضان، من ليالي رمضان بحته ماتش كوره. انتوا مش واخدين منه حاجه. انتوا هو انتوا مش سهل كده بيبيعوا دينكو، بيبيعوا ربنا وخلاص كده. انا بعترض على كده يا جماعه. انا بعترض ايه؟ انا بعترض انا على فكره يا جماعه، انا مشجع كوره، انا بعشق الكوره، وكنت لاعب كوره، وكنت بلعب كاراتيه وكونغ فو كيك بوكس. انا بعشق لعب الدفاع عن النفس وبعشق الكوره، بس حبي وعشق ليهم ما تجيش على ديني، ما تخسرنيش ديني. ما يبقاش اللي انا اروح اضيع وقت واضيع فلوس في رمضان عشان اروح اتفرج على ماتش كوره، اشجع فريق اللي المفروض في الوقت ده ربنا بيتنزل فيه وبيعتق الرقبه من النار. انا اسيب العشاء. يعني انا متخيل كده، هسيب العشاء وهسيب التراويح عشان ماتش زي ده، زي ماتشات كده. كنت بعترض على ماتش من الماتشات بتاعت المنتخب تأهيل لكأس العالم، الناس دي من الساعه 8 و9 الصبح موجودين في الاستاد. طب فين صلاه الجمعه؟ ده بيقول لك ايه، ده في ناس ما شاء الله صلت في الاستاد. ايوه يا باشا، صلت ايه؟ صلت الظهر ولا صلت صلاه الجمعه؟ الناس دي ضيعت فروض ربنا عامله ازاي؟ ما هم دول الحراميه، حراميه اللي بيسرقوا دينك، بيسرقوا دينك وبيسرقوا دنيتك وبيسرقوا اخرتك. الحاجات دي ملهاش اي 30 لازمه. احنا عايزين رمضان يا جماعه، احنا عايزين جنه، احنا عايزين جنه. الجنه دي مش هتيجي غير لما احنا بنواجه الحراميه دول، حراميه رمضان وحراميه الاحلام. الحراميه الاولى السوشيال ميديا، السوشيال ميديا والميديا، افلام ومسلسلات وخد عندك بقى الماتشات والكلام ده كله. ايوه دول بيسرقوا منك رمضان وبيسرقوا منك حياتك كمان، انها بتضيع على الفاضي. خد بعد كده السوشيال ميديا بقى، خش على الفيس، اخش على الواتشنج، الفيديوهات اللي بتاعت الواتشنج، اخش على مش عارف مين كتب ايه ومين كتب ايه، خش اغرق بقى، ضيع ليلتك ضاعت. ده كده، ده كده نت. النت معايا، الميديا هو الميديا والسوشيال ميديا، تلفزيون ونت. خش بعد كده في ايه تاني؟ في يا عم الحاج، في يا عم الحاج اهلك واصحابك، اللي هو بقى تعمل ايه؟ اللي هو خش يقعد يرغي بقى ايه، تعالى نقعد نتكلم. رمضان مش وقت كلام يا جماعه. والله العظيم انا قلتها لكم في فرسان رمضان، قوه التحدي. انتوا متخيلين؟ يعني انا متخيل والله بجد، انا عاشرت الناس دي، انا عاشرت الناس دي. الناس اللي عايزه جنه، اللي عايزه ربنا ماشي، ما بتديكش فرصه للرغي. اقعد امسك مصحفك، اقعد اذكر ربنا. لا احنا مش فاضي ان انا اتكلم. ايوه هم دول الناس اللي عايزه الجنه. ايوه الناس دي انا عشت معاهم، الناس دي كانوا موجودين في عالمنا دلوقتي، موجودين في 2023. ايوه الناس دي موجوده. ما بتديكش فرصه ان انت تقعد تفتح معاهم كلام وتقعد ترغي وتضيع منهم رمضان، تضيع منهم ختمه واثنين وثلاثه، اللي هو يقعد يتدبر ايه، يقعد يتكلم معاك. انت تعود على كده، مفيش كلام. ما تديش فرصه لاصحابك اللي هم يقعدوا يرغوا معاك بالساعات، ما تديش فرصه لاهلك يقعدوا يرغوا معاك بالساعات. خش خلص، عايز ايه؟ 1 2 3، اتعامل رسمي، السؤال على قد الجواب. ايوه وبعدين ذكر ربنا يكون معاك. طب يا عم الحاج، انا وست بيت عندي ظروف دوره شهريه مثلا، عندك القران شغال، عندك ذكر ربنا شغال، عندك اذكار الصباح والمساء شغال في بقك، اذكر ربنا، ذكر الله. ليه تدي فرصه ان يتسرق منك وقت، ان اهلك يسرقوا منك وقت، ان اصحابك يسرقوا منك وقت، انك تقعد في جلسات الغيبه والنميمه؟ رمضان ضاع. وش كده انت بدل ما تعمل حسن بتعمل سيئات، اتقلب منك. الناس دي سرقوا منك رمضان.
ليه نوصل للدرجة دي؟ ليه نوصل نسمح للآخرين اللي هم يسرقوا منا رمضان؟ ده في كمان حرامي من حرامية رمضان الكارثية، هو الإعجاب بأعمالك. الإعجاب بأعمالك الصالحة ده حرامي من حرامية رمضان، ضيع عليك رمضان، ضيع عليك رمضان. ليه بقى؟ ايه ده انا صليت بخمس اجزاء النهارده، اوعى بقى مين ادي ده انا صليت بخمس اجزاء، يا نهار ابيض. انت اعجبت بعملك، ربنا لا يتقبله، مجهود على الفاضي. ده انت بتعمله في الخفا وبترجى ربنا اللي هو يتقبل منك من الخمس اجزاء دول ايه واحده، ركعه سجود واحده سجدتها وانت بتعيط لله، ايه جت لمست قلبك لله. هو ده انك احذر 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 انك تعجب باعمالك. انت بتسعى يا حبيبي، الخمس اجزاء دول انت فرحان بيهم، دول ما دول يعني اقول لك ايه، لعب عيال بالنسبه لصالح من الصالحين. واحد زي الامام البخاري اللي كان بيخلص كل افطار كان بيختم القران كله. ده الامام البخاري الامام مالك والامام الشافعي كانوا بيختموا 60 ختمه في رمضان، يعني ختمتين في اليوم، ختمه الصبح وختمه بالليل. اللي هو انت بتعمل ايه؟ انت اقصى حاجه لو نططنا كنا بنختم 10 اجزاء و15 جزء واحنا بنكح تراب وبنقول يا ده انا عملت النهارده انجاز. انت ما تستكترش العباده بتاعتك. معلش يا جماعه الموبايل فصل. المهم نكمل. فهي دي الفكره، فكره انك ما تسمحش لرمضان اللي هو ما تسمحش لرمضان اللي هو يتسرق منك، يتسرق منك. خلي بالك من ده، خلي بالك ما تعجبش باعمالك، ما تعجبش يعني دول حراميه رمضان بالنسبه لك. اكثر من ذكر الله، اذكار الصباح والمساء، ابعد عن اللغو، ابعد عن الرغي، ابعد عن رغيك مع اي حد والكلام مع اي حد مهما يكون هو مين. ابعد عن الرغي ده وابتدي ركز في عبادتك بس، ركز على عبادتك، ما تبصش للاخرين، واوعى تقارن نفسك بالاخرين. ودي من حراميه الاحلام وحراميه النجاح، انك تقارن نفسك بحد. شوف ده ما شاء الله عمال يصلي، ده بيصلي بخمس اجزاء، ده ما شاء الله ده ختم 10 اجزاء، انا كمان لا. اعمل اللي انت تقدر عليه، اختم اللي انت تقدر عليه، صلي باللي انت تقدر عليه، اجتهد في عبادتك. كل واحد ليه عبادات بيجتهد فيها، بيركز عليها، بيركز على الذكر، بيركز على التسابيح، بيركز على سماع القرآن، بيركز على قراءة القرآن، بيركز على إحساسه بمعنى آيات في القرآن. انت كمان في ايدك انك تعمل انت كمان ده. ابتدي اجتهد انت كمان في كده، ابتدي طور من نفسك انت كمان في كده، ابتدي اشتغل على نفسك في النقطة دي علشان توصل لربنا. واحذروا احذروا احذروا، ارجوكم احذروا من رمضان يتسرق منكم. رمضان السنة دي اعتبره اخر رمضان في حياتك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي كان بيقف بيسوي الصف يقول صلوا صلاة مودع. انتوا صوموا صيام مودع، لانك ممكن ما يكونش رمضان اللي جاي يفوت عليك اصلا او تكمل لحد اخر رمضان. اجتهد في عبادتك بكل ما اوتيت من قوه، خش حط بتقلك كله، اقف في العباده بتقلك كله، وري ربنا فيك الخير، وري ربنا انت بتجتهد ازاي، لعل الله ينظر لك نظره رحمه ونظره رضا لن تشقى بعدها ابدا. واسال الله ان يرزقنا نظرات الرحمه ونظره الرضا، وان يعتقنا الليل من النار. اللهم اجعلنا من اهل رمضان، اللهم اعتق رقبنا من النار، اللهم حرم اجسادنا على النار، اللهم ادخلنا الجنه انت مع الابرار يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاء، امين امين. وما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات، وتسيبوا لي رايكم في التعليقات وترشيحاتكم في الفيديوهات اللي جايه. واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.